دي يا بسمله. عايز عينك معايا على الراجل اللي فوق ده. المكان محمد حسين عمل حالة نيابة. نحن شعب مصر في حالة المتهم محمد حسني. خلاص يا عم انا موت حلال. هو انت فاكره ايه؟ زي التلفزيون يعمل وتخلف الواد يكبر ويروح الجامعه ويتجوز في ساعه زمن. دي النيابه على فكره. ده ايه في القضيه دي؟ نحن شعب مصر في حالة المتهم محمد حسني مبارك. لا ده فاهم غلط. فاهم غلط. وذلك لأنه اللي كانوا بيعدوك بس. وفي جميع أنحاء مصر قام طبقا لقانون عندنا كتير يا عم. فانا عارف. وهي: واحد، قام بالقتل العمد والجماعي والإبادة الجماعية لأفراد الشعب المصري. صعب. اثنين، تسبب عمدا في استيطان جميع الأمراض المزمنة والسرطانية لمعظم أفراد الشعب المصري من خلال السماح بجلب الأغذية المسرطنة والأسمدة المسرطنة والفاسدة. ثلاثة، التسبب عمدا في إهدار بها بأن قام ببيع معظم أراضي مصر بأسعار زهيدة الرجاح ولمستثمرين أجانب ولا مستثمرين ولا مستثمرين مصريين من بنوك مصر بضمانها، وكذا في بيع جميع مصانع وشركات وهيئات القطاع العام بأقل من أعشار وإنفاق ثمنها على أشخاص بعينها. ما انتوا ده فيش تظبطوا في شعرك ساعة وهو الراجل. وتجويع معظم الأسر المصرية. انا بلم الزبالة. 5، القتل العمد للمصريين بالحرق في قطر الصعيد، وكذا العمار السلام والغرق في الفيضانات في أسوان والحوادث على الطرقات والتعذيب في السجون وفي مستشفيات التأمين الصحي الفاسدة. 6، قام بإفساد التعليم المصري وتحريمه كاملا. 7، وبالجملة قام بإهدار وإضاعة كل ما كان ثورة يوليو 52، حيث أنه على يده انتشر الفساد في جميع المستويات وفي النظام وفي الجهاز الإداري للدولة، وانتشرت الرشوة والمحسوبية بشكل كبير لحد فاق الوصف، وأعاد نظام الإقطاع من جديد حيث استولت قلة من المستثمرين على جميع ثروات الشعب على حساب الطبقة العريضة الفقيرة. اللي لقيتهم أعاد الاحتلال على مصر من جديد بفقدانه لكافة الثروات وبإعدامه كافة الثروات وخاصة البشرية والاعتماد في كل شيء على الاستثمار. ارمي دي في الزبالة حتى لو ما كنت خلصت. ولع فيها. يلا ولموا البتاع ده كده يلا عشان لذلك نرى إحالة المتهم لمحكمة الجنايات محكمة الشعب لمحاكمته طبقا لمواد العقوبات والدستور المصري. ليلى انت سرحت شعرك كده عدل وتقول لي انت مش هتعرفي تعمليه. هدوء النيابة انا نمت بساعة مش فايدة. بسملة دي انا مش فاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب والشهداء عند ربهم يرزقون. وبعدين قاموا يتصلوا بنمرة قعدوا يتصلوا ايه؟ فأرى دم الشهداء الذي أريق على أرض مصر اجري يا ماما وفي المعتقلات مصر ما تعيش ابدا يا ليلى.
مش من هنا. ما هي عد. ونرى في المتهم محمد حسني مبارك الآتي: توقيع أقصى العقوبة على المتهم محمد حسني مبارك. يا رب ما يحكم على حد. وذلك لأن السيادة للشعب المصري، فنطلب بإعدامه شنقا. وتجريده من الرتب العسكرية يا سلام والمراكز يا سلام ومصادرة جميع أمواله وممتلكاته وأموال أفراد أسرته والتابعين له في النظام المخلوع. صح يا مصر. تعالى أكبر واحدة. هدوء يا جماعة. هذه أكبر واحدة. نسمع الدفاع العلمي عن الرئيس. ليس لدي دفاع أدافع به عن هذا الخائن، حيث أن المستندات موثقة ومؤيدة، ولذلك أنسحب من هذا الدفاع عن هذا الشخص ولا يشاركني أن أدافع عنه. هذا المتهم المحامي العام. هدوء يا جماعة. هدوء عشان المحكمة تقول الحكم على الشعب، عشان المحكمة تتلو الحكم على الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الشعب حكمت المحكمة بإجماع الآراء بإعدام المتهم محمد حسني مبارك. يا جماعة عشان نطلب بقية الحكم. حتى الموت في ميدان عام، حتى الموت في ميدان عام، ويتم تجريده من كل الألقاب والرتب التي أخذها غصبا عنه ومصادرة كافة أمواله وممتلكاته، وذلك لأنها ممتلكات الشعب وتعود إلى الشعب. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. راح يدخل السجن. محكمة المتهم. هدوء هدوء يا جماعة. اقعدوا يا جماعة. ولا حد تاني يوم اقعدوا للسليم التأمين تاني. اقعدوا. احتراما تاني يوم للممثلين. هات المنديل والنبي يا سلام. رجاء الهدوء والرعاة احتراما للممثلين. يا عم وانا مسندة. أنفسكم أيها الشعب احتراما لمن مسلمنا، احتراما لمن يظهر حقوقنا. أيها الشعب، أيها الشعب احتراما لمن يظهر حقوقنا. لا انت احتراما لمن يظهر حقوقنا. أيها الشعب رجاء 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 رجاء. الأدب وسيلة لكل فضيلة. الأدب وسيلة لكل فضيلة. رجاء إخواتي وأخواتي، إخواتي وأخواتي، رجاء لو سمحتوا الأدب وسيلة لكل فضيلة. بس هنقع بالبيت بس. اقفل يا عم عندك ما تخليش حد يعدي. مفيش حد يعدي ولا حد كده ممكن اعدي. لا مش ممكن قدام شويه. معلش قدام شويه عشان المعالي في اطفال هنا وحاجات ما ينفعش. بص قدام شويه يا عم. هي صعبه كده من هنا ومن هنا. ايه معلش. خد يا حسني. مين ده؟ لا اله الا الله. مين ده؟ اللي بتصور. يا اخوانا الالتزام هدوء. رجاء عشان خاطر الجميع. رجاء عشان خاطر الناس الصغيرين. رجاء الالتزام. سوري قال لي حاله بتاع فتح السرور. المنسوبة للمتهم الأول. هروح اجيب فلوس من مصر. النيابة وصل النيابة. طب بلاد
بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على الأوراق والمستندات المقدمة إلى المحكمة الموقرة، وأن سيادة الشعب المصري قرار النيابة في حالة المتهم أحمد فتحي سرور إلى المحكمة، ونطالب بإعدامه شنقا لأنه كان متسترا على المتهم الأول وشريكا له محمد حسني مبارك، بأن فصل له القوانين التي قيدت الشعب المصري، وعلى ذلك نطلب بإعدامه شنقا. الدفاع عنده حاجة هنا.